ابننا قتل، ابننا قتل. يوم الجمعة الساعة 11-10 بالليل ضربنا عليه أكثر من مرة ما رد. ردينا بعد ساعة ضربنا عليه مرات عديدة ما رد. علمنا من مصادر أخرى أنه ممسوك بمركز أمن الرمثة. راجعنا مركز أمن الرمثة بحدود الساعة 11 والتواريخ مهمة لأنها فيها أحداث صارت 10:30-11. راجعنا مركز أمن الرمثة قالوا نعم صحيح ابنك موجود عندنا وممسوك، لكن هو تحت التحقيق وما بنقدر نجمعك معه. يا اخوان بس نشوفه اذا بده اكل بده شيء نطمن على صحته. قالوا والله صعب لانه تحت التحقيق. يعني اقتنعنا احنا كناس عاديين ما لناش بالتفاصيل هاي ولا يعني معلومات. قلنا تحت التحقيق بس يخلص التحقيق بيحكوا معنا. روحنا على الساعة 12:30 رنوا علينا المركز الامني، انت والد فلان الفلاني اللي هو اخوي؟ قالوا نعم انا والده. تفضل ايش في؟ والله احنا كل بالنا انه بده يجوا يقولوا لنا يعني احنا خلصنا تحقيق وتفضلوا هاي ابنكم بتكفلوه بتستلموه او ما فيش كفاله تجيبوا له اكل. هيك كل موضوعنا. وانه بقول له نعم انا والده. قال له العمر لك تعال استلم جثه ابنك من مشرحه رحمه. يقولوا انه اول مره تعب الولد اخذناه على المستشفى وكانت حالته حسنا. يعني الولد باللغه العاميه بتدلع. رجعناه على نظاره وبعد ساعة تم أخذ الولد لأنه صار عنده ألم وأخذناه على المستشفى وتم فحصه من أخصائي. والتقرير الثاني قال إنه حالة الشاب حسنا ممتاز. آمنا وصدقنا. لما رحنا على الطب الشرعي طلع التقرير إنه المتوفى يعاني من ثقب في الأمعاء الدقيقة وسيلان المادة الصفراء وهي مادة سامة على فكرة أدى إلى التهاب إلى الموت. روايتين مختلفات متضادات. مين صدق؟ إحنا مطالب العائلة ما بدنا لا نظلم شرطي ولا نظلم مدعي عام ولا نظلم دكتور. إحنا بدنا حق ابننا العشائري القانوني، حق ما قاله الدين مثل هذه الحالة. بدنا نعرف قاتل ابننا، ما بدنا نعرف قاتل ابننا مشان نقتله إحنا. حاشا لله إننا نقتل نحط دم برقابنا. بدنا نعرف قاتل ابننا مشان يعاقب أمام القضاء وحسب القانون وحسب الإجراءات القانونية ويعاقبوه. بيستاهل سنة، بيستاهل 10، بيستاهل إعدام. إحنا مطلبنا العدالة. ابننا قتل. شو ما سوى ابننا؟ ليش أنت ما اعتقلته بالإجراءات وأودعته